بعد ركوب سفينة النجاة فكل بحسب حاله. يعني انت اذا سألتني يا حسن يا ابن محمد العناني الشرقاوي المصري ماذا تعاني الآن؟ أنا معاناتي الآن من باب واحد، وهذا الباب حقيقة عكر علي صفو حياتي، عكر علي صفو حياتي. هو أني سنوات طويلة أخطب الجمعة وألقي الدروس والمحاضرات، وكنت أترضى عن هؤلاء الأشقياء اللعناء، سواء في المدينة سواء في الجيش أيام أن كنت ماسك التوجيه المعنوي في سلاح المهندسين في معركة رمضان. هذه تؤرقني الحقيقة، يعني تسجيلات وخطب ودروس، وطارت إلى أنحاء الدنيا لدرجة أن كان في بعض الأفاضل من المقربين كانوا يسجلوا الخطبة ويعملوا منها نسخ ويبعثوا إلى ألمانيا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا، معارف وأحباب. كل هذه الخطب ما أنا بقول لحضرتك أهو. فهذا هو الذي يؤرق علي حياتي الآن، وأحس وكأني في زنزانة مغلقة. الله، ازاي انا كنت اترضى عن اعداء الزهرة؟ طب ازاي اترضى عن اعداء امير المؤمنين؟ انا كل خوفي بقى يوم القيامة مش من الصراط ولا من الميزان ولا من النار، لا 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 لا, لا. خوفي كله ان يوقفني امير المؤمنين ويقول تعالى يا ولد كيف ترضيت على اعدائي، واسأل الله الا يوقفني، أسأل الله العلي العظيم ألا يوقفني المولى العظيم علي أمير المؤمنين، أسأل الله ألا يوقفني ولا يسألني. بس أنا مجهز حجة للإمام إن أوقفني أقول له وما المانع أن تقبلني يا سيد؟ إيه المانع أنك تقبلني يعني؟ ألم يقبل ابنك الحسين الحر بن يزيد الرياحي؟ ألم يقبل ابنك الحسين الحر بن يزيد الرياحي؟ بلى، قبل الحسين الحر بن يزيد الرياحي، قبله. أقول له يا مولاي إذن فاقبلني، يعني إيه المشكلة يعني؟ هذه هي التي تؤرق علي حياتي أنا شخصيا. أسأل الله ذلك، أسأل الله يبشرك بالخير، أسأل الله ذلك بحق النبي وآله. فديا بتأرق علي حياتي.